انا عندي 3 مصادر مختلفه للنت، ولما الكهرباء تفصل النت يفصل. تصدق ما فصلش؟ لو شفت الفيديو اللي فات هتبقى عارف ان في 4 سيناريوهات ممكن يحصلوا. غطينا في الفيديو اللي فات 3 مصادر مختلفه للنت لو فصلوا، زي الاي دي اس ال وزي وي 4 جي وزي اتصالات 4 جي، وناقص دلوقتي الرابعه وهي الكهرباء. لو فصلت النت عندي زي ما بيفصل، وده بسبب قطعه ورا اللوحه اللي انت برضه شفتها الفيديو اللي فات، وهي القطعه دي. بس قبل ما اقول لك ايه القطعه ديت هقول لك ازاي تقدر تعمل الكلام ده في بيتك بميزانيه ضعيفه جدا لميزانيه عاليه جدا. وانا قسمتهم 4 مستويات. اول مستوى باستخدام اي باور بانك عادي عندك في البيت. هتحتاج تشتري الوصله. نوع الوصله بتتحدد بناء على نوع الراوتر بتاعك والمدخل بتاعه. فمثلا الراوتر الاورنج اللي فكينا شفرته وحطينا له شريحه وي اللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، لو حبينا نجرب عليه هشغل دي هنا اهو والراوتر اشتغل. او في راوترات تانية من النوع ده، على سبيل المثال اركب كده كده. غالبا هتحتاج تشتري الوصله دي ب 40 جنيه تقريبا على امازون. المستوى التاني الادابتور ده الادابتور العادي بتاع اللي بيشغل الراوتر بتاعك، بس المختلف بقى ان انت بتشتري ده، وده بيبقى جواه بطاريه. البطاريه ديت بتشتغل اول لما البتاع يفصل ويبقى ليه وشوش كتيره، بتختار الوش اللي انت عايزه بناء على نوع الراوتر بتاعك، بس طبعا ب 2000 ونص يعني. المستوى الثالث ده بيبقى جهاز خارج منه وصلتين، وصله بتروح للراوتر ووصله بتروح لفيشه الكهرباء، بيبقى عموله بالحب كده، فما تتوقعش منه جوده عاليه. وده بيبقى نفس فكره ده، بيبقى جوه هنا في بطاريه، الفيشه ديت بتقعد تشحن البطاريه، والبطاريه لما الكهرباء تفصل بيبتدي يغذي الراوتر بتاعك. اما بقى المستوى الرابع، ودي تنفع معاك لو فتحت محفظتك لقيت فيها دولارات. فريلانسرز كورس سبوبه سوا منورين الدنيا. ده بقى يو بي اس يشغلك شقتك كلها، تكييفاتك بكل حاجتك. لو اتصلت بالرقم الهوت لاين دوت هتلاقي فيه منه 3 مقاسات، وده كل واحد فيهم بيشغل اجهزه معينه لعدد ساعات معين، وفي منهم تكييفات عادي. سعرهم بقى بيبدا من الصغير دوت ب 200,000 جنيه، دوت ب 300,000 جنيه، ودوت ب 400,000 جنيه. انا بقى في انهي مستوى؟ انا في المستوى الثالث، الربع. الباور بانك دوت عموله معمول لي مخصوص. بكل بساطه بيشتغل ازاي؟ الكهرباء بتاعته جايه داخله من هنا اهوت، دي الكهرباء بتاعته. تمام. لاحظت ان انا لما شلت البتاع الراوتر بتاعي ما فصلش، لان هو جواه بطاريه. البطاريه ديت بتغذي الراوترين بتوعي بسلكه واحده. السلكه ديت متقسمه هنا اهوت، اول واحده رايحه للراوتر دوت، تاني واحده داخله على الراوتر ده. ومن غير حتى ما الراوترات تعمل لها ريستارت. فعلى سبيل المثال يعني كده مفيش كهرباء، انما كده كهرباء هي اللي بتغذيهم، وكده كهرباء مش بتغذيهم. لو لاحظت الراوتر فضل شغال والراوتر دوت مكمل شغل، ما فصلش حتى. وفي فلاش كمان. هقول لك بقى في فيديو بكره ازاي بخلي الذكاء الاصطناعي يدخل يشتكي الشركه وينزل لي جيجات اضافيه كل ما النت يوصل. وكده انت عرفت